ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل مع بعض وصفه بجد خطيره. معايا هنا 3 بطاطسات، بدات ابشرهم كده بالمبشره بتاعتي وهبدا احطهم في البوله. اي بواقي عندك، اي حاجه في التلاجة طلعيها. انا كان عندي هنا حته فراخ صغيره قطعتها مع فلفل وبصل وكمان طماطميه متقطعين كلهم صغير مع معلقه صلصه، وكمان معايا 3 بيضات، حطيت معلقه من الخل صغيره ورشه ملح وفلفل، وهبدا كده اربهم كده مع بعض وهنزل عليهم. وكمان هحط حوالي معلقتين ونص كده من الدقيق، كمان حبه من الخضره، واي بقى جبن عندك، جبنه بيضه، جبنه رومي، اي جبنه متوفره عندي. انا كان عندي متوفره حتتين جبنه من الرومي في التلاجة، طلعتهم وقطعتهم شرايح وهبدا اقلب كده كل المكونات كده مع بعضها. هحط حوالي معلقتين كمان من الزيت وهبدا كده ادمج كل الخليط كده معايا. مش قادره اقول لكم الوصفه بجد دي خطيره. هزود كمان فلفل اسمر وشويه بهارات وحبه كزبره على حسب بقى اللي متوفر عندك تقدري تحطيه. وهبدا بقى كده اقلب كويس، وهكون بحضر كمان الفرن بتاعي بسخنه على درجة حرارة 220. وهبدأ بقى كده اقلب بس كويس. اي جبنة بقى عندك ممكن كمان تزودي جبنة موتزاريلا. وهجيب البايركس هبدأ انزل بيه بالخليط وهسويه في البايركس بتاعي. بجد مش قادره اقول لكم، مش بتاخد معايا وقت خالص. الطريقه سهله وبسيطه والطعم بجد خطير. هسويها كده وهبدا احط كمان على الوش جبنه موتزاريلا، وده شكلها بعد ما خرجت معايا. ما خدتش معايا اي وقت خالص، هتقعد معاكي من 25 ل 35 دقيقه حسب هبدا بقى اقطعها معايا بالشكل دوت، وكمان هقدمها في الطبق بتاعي. تقدري تاكليها بالعيش او تاكليها بالمعلقه، بجد رهيبه شكل وطعم وريحه، مش قادره اوصف لكم، بجد خطيره. جربوا الوصفه ان شاء الله هتعجبكم. كل المكونات سهله وبسيطه. هستنى رايكم.